السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور النادي الأهلي العظيم، جمهور أعظم نادي في الكون، فضلا وليس أمرا يا أهلاوية، لايك والاشتراك في القناة حتى نستمر في الدفاع عن النادي الأهلي ضد كل من تسول له نفسه بالإساءة لنادينا العظيم. ندخل في موضوعنا مباشرة، موضوع كهربا. إيه اللي حصل النهاردة؟ مبدئيا يا جماعة، هي ما كانتش جلسة استماع زي ما الإعلام روج ليها وقال إن جلسة استماع وكهربا هيكون متواجد وهيسمعوه، ومحدش تواصل معاه بالزوم زي ما بعض المواقع تداولت. الموضوع كله كانت محامين قصاد محامين مع بعضيهم، محامي كهربا مع محامي نادي الزمالك. محامي النادي الأهلي طلب باستمرار لعب كهربا وعدم إيقافه، والدفع ببطلان طلب نادي الزمالك بإيقاف اللاعب، وعرض دفع 500 ألف دولار كاش فوري من غرام الكهرباء كحسن نوايا للسداد. ومعرفة القيمة التي تتحملها كهربا، لأن الغرامة والعقوبة متضامنة مع نادي أفيش البرتغالي الذي أعلن إفلاسه، وقد عوقب مع كهربا بإيقاف 3 فترات قيد. 3 فترات قيد دول يخشوا شهر أغسطس اللي جاي. وده يفصل لنا، كان دايما المحامي الأستاذ أشرف العزيز محامي كهربا المدني بيقول ميعادنا في شهر 8، لأن لا يجوز إن الزمالك يقدم شكوى إلا بعد انتهاء فترة العقوبة للطرفين كهربا ونادي أفيش البرتغالي. وبناء عليه كهربا مستمر مع النادي الأهلي إلى شهر 8. ده ملخص الموضوع. كهربا أثبت حسن النوايا إنه هيدفع 500 ألف دولار إلى حين معرفة متبقي ليه قد إيه، ونادي أفيش هيتحمل قد إيه، وهيسوي الموضوع ده إزاي، لأن بيقولوا النادي أفيش أعلن إفلاسه. هيشوفوا كهربا يخشوا إيه وهتتحل إزاي. محامي نادي الزمالك قدم طلب إنه عايز إيقاف كهربا فوري مع دفع الغرامة كاملة متكاملة. لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي خدت المحكمة الرياضية، خدت الدفوع كلها والأوراق القضائية كلها، ورفعت الجلسة لإصدار حكم. الحكم ده ممكن ياخد من شهر ل2 ل3 ل6، هياخد وقته. وده يفصل لنا الأستاذ أشرف عزيز لما قال ميعادنا في شهر 8. في الغالب هيكون بعد فترة إيقاف القيد لنادي أفيش البرتغالي، عشان نشوف الموضوع بعد فترة الإيقاف دي الغرامة هتتوزع إزاي. لكن كهربا رمى قنبلة في ملعب المحكمة إنه ما عندوش أدنى مانع إنه يدفع فورا 500 ألف دولار، نصف الغرامة المقررة عليه، لأن ال 2 مليون دولار يا جماعة نص عليه ونص على نادي أفيش البرتغالي. فالموضوع من الآخر هو موضوع قضايا ولعب محامين مع بعض. كهربا مستمر وهيلعب حتى إذا فرضا، وده احتمال ضعيف جدا جدا جدا، إن اتحكم بإيقاف كهربا، هيتقدم باستئناف في الكاس الدولية وبيترفع الإيقاف وبيلعب اللاعب، لأن هدف الاتحاد الدولي إن اللاعب ما يتوقفش، بل بالعكس هم عايزينه يلعب كورة. ومن ضمن الدفوع اللي قدمها محامي كهربا إن اللاعب لازم يلعب عشان يقدر يسدد، ياخد بطولات، ياخد مكافآت، يعمل إعلانات. لكن طول ما هو قاعد هو مش هيقدر يسدد شيء. والاتحاد الدولي دايما هدفه الأساسي إن اللعيب يلعب ما يقعدش، مش الهدف إنه يقعد. وخصوصا إن كهربا هيتم 28 سنة في خلال أيام قليلة يعني. فدي السنة دي تحديدا الاتحاد الدولي ما بيديش فيه عقوبات بالإيقاف، بيحاول يحل الأمور. فأنا أطمنكم أهلاوية، كهربا مش هيتوقف. كهربا معاه محامين شطار جدا عارفين بيعملوا ايه. والنادي الاهلي لو عنده ادنى شك 1% ان في ضرر هيقع على كهربا، ما كانش لعبه في الدوري ولا كان لعبه في بطولة كاس العالم للأندية. اطمنوا خالص، الموضوع كله شغل محامين مع بعض. وكهربا كده كده هيدفع، بس هيدفع بالشكل اللي يناسبه ويناسب قدراته. طيب، في ناس هتقول لي الزمالك مش هيرضى يقسط. لو حكمت المحكمة الدولية بالتقسيط على الزمالك انه هينفذ، مفيش حاجة اسمها مش هيرضى. هنا هيبقى في عدم اثبات حسن النوايا، وان الموضوع بقى كيدي ومش حقوق والكلام ده كله. فبطمنكم مرة تانية، كهربا مستمر مع النادي الأهلي، وفي انتظار اللي هتشوفوا الأيام اللي جاية. زي ما قال مستشارنا الأستاذ أشرف عبد العزيز محامي كهربا المدني، ميعادنا في شهر 8. طيب، بخصوص الغرامات بقى وبخصوص العقوبات، مريم مصطفى لاعبة الطائرة اللي فشخت عقدها مع النادي الأهلي، تم توقيع
عقوبة عليها من المحكمة الرياضية 3 مليون جنيه. نحط بقى في الصندوق ونشوف بقى ايه نشيل ايه من ايه عشان الكهرباء وتمشي الدنيا ازاي. ادي اللي انت خدتيها مريم، ادي اللي انت استفدتيه. رحتي نادي ما مش واقع ما علينا. طيب عايزين نتكلم بقى يا جماعة في نقطة تانية خالص بخصوص قيد لاعبي الزمالك. أكتر حاجتين استفزوني في الموضوع دوت تصريحات قدامى لاعبي الزمالك، بيورينا قد إيه الناس دي واخدة على الشمال مش الدغري. ميدو طلع في الحلقة بتاعته وهاجم اتحاد الكورة إنه مرضيش يأيد اللعيبة. يا ميدو اللي متربي بره وعارف يعني إيه التزام بروايح وتنفيذ لوايح، بتهاجم إيه؟ الغلط جاي من عندكم. الغلط جاي من عندكم. اتحاد الكورة اللي بينفذ لوايح وماشي عليها. لو انتوا رجاله روحوا اشتكوا في الاتحاد الدولي عشان نعرف انتوا خدتوا الرخصة بتاعت المشاركة في افريقيا ازاي. يلا بقى يعني ندي المعبد على اللي فيه. طارق يحيى طلع يقول ما فيهاش حاجة، يعني انتوا لو عايزين تعدوها هتعدوها. نعدي ايه يا استاذ طارق يا كابتن طارق؟ تعدي ازاي يعني؟ هي مش لوايح ولازم تطبق على الكبير والصغير؟ انت بتقول لهم يعني زوروا؟ يعني ايه لو عايزين يعدوها هيأيد بعد الساعة 12 يعني؟ تزوير. طلعت تقول ذنب اللعيبة ايه؟ اعملوا خاطر للزمالك لجماهيره لإدارته. ما إدارته اللي بتدير غلط، خاطر ايه؟ هي مش بالخواطر، هي لوائح وقوانين. هو احنا ليه يا جماعة لما بنمشي صح بنعيا؟ هو ليه احنا الوسط الرياضي دوت تحس ان لو مشي صح هنعيا؟ ذنب اللعيبة حرام اعتبروهم ملاكوا. طب وانتوا ليه ما اعتبرتوش كهربا ابنكم؟ ما انتوا ماشيين وراه عايزين توقفوه اهو بعقد مزور. عقد كهربا معاكم ما كانش موثق. عقد كهربا ما كانش موثق وتزور واتعمل بيه قضيه. هو غفور رحيم هنا شديد العقاب الناحيه التانيه. انت بتتكلم بقى بنفس المنطق، ما تطلع تقول على كهربا كده يا سياده المستشار ده كهربا زي ابننا عايز توقفه ليه؟ ليه تكسر نفسه؟ لا هي مش قصه نفس اللاعب، هي قصه نفسكم انتوا وخيبتكم انتوا. جمهور نادي الزمالك المحترم اللي بيفهم كوره مش المتعصبين والصفعات الهوجاء دي، عملوا بيان من جماهير نادي الزمالك بيطالبوا برحيل مرتضى منصور. الناس الزملكاويه الاصيله اللي بتفهم كوره، الناس اللي صعبان عليها ناديها، مش الناس هزاز الرؤوس واللي بيقعدوا يطبلوا ويهزوا راسهم وخايفين ينطقوا بكلمه. دي الناس المحترمه، دي الناس المحترمه اللي خايفه على كيان ناديها. للاسف مرتضى منصور واخد الزمالك لحاجه لا يعلمها الا الله، لمكان كده ما تعرفش. فيعني الله يكون في عون جمهور الزمالك. معتز الشامي واحد بيطلع يعمل فيديوهات كده زملكاوي على اليوتيوب وعلى تويتر والفيس والكلام ده، كان بيلوم على ابراهيم فايق لما انتقد اداره الزمالك في رحيل امام عاشور وتجاوزات مرتضى، ومرتضى طلع رد عليه وقال ادبه عليه والكلام ده. فبيقول له بدل ما كنت تتكلم على كده ما تتكلم في كوارث الاهلي. طب يا استاذ معتز ايه كوارث الاهلي؟ كوارث الاهلي انه اول الدوري المصري، كوارث الاهلي انه غلبكم 3-0، كوارث الاهلي ان الاهلي النهارده بيلعب في كاس العالم للانديه وتخطى اول مباراه ليه بفوز عريض على بطل الكونكاكوس 3-0. دي كوارث النادي الاهلي من وجهه نظرك؟ امال لو مش كوارث تبقى ايه؟ امال الغرامات اللي عليكم في الاتحاد الدولي واللعيبه اللي طالبه والقيد اللي ما تأيدش والحكم اللي على رئيس ناديكوا والفلوس اللي بتختلس والعمولات واللعيبه اللي بتيجي عليها عمولات وما بتكملش شهر في النادي وبتفسخ عقدها وبتمشي، دي اسمها ايه؟ لما نجاح النادي الاهلي انت مسميه كوارث، امال ده بقى ايه في الزمالك؟ يا اخي استقيموا وارحمكم الله، بطلوا ضحك على جمهوركم. ومع ذلك في بعض من جماهير الزمالك الواعيه فاهم ان انتوا بتضحكوا عليهم. ما تخليش انتمائك يخلي عندك تعصب اعمى وحقد ومش عارف انت بتقول ايه.
انت مش عارف انت بتقول ايه. الكوارث الحقيقيه عندكم مش عند الاهلي. انت بتوصي مين على الاهلي انه يقول كوارث؟ هم مش محتاجين توصيه، هم اصلا بيلفقوا اخبار زي ما لفقوا اخبار ان سافيو متمرد والاهلي يفسخ التعاقد معاه. والله العظيم اعلاميين قاعده على كراسي حرام انها تقعد عليها، اقسم بالله. كل هدفهم ضرب اخبار. يعني الاعلامي المفروض يكون صادق مع نفسه مع جمهوره وعنده شفافيه ويقول الخبر الصح. انتوا اخبار الزمالك ممكن تقعدوا تكلموا فيها سنه قدام، لكن لا، احنا ندور على خبر ونلف على الاهلي خبر والاهلي جمد سافيو ويمشيه اخر السنه. هرتله وكذب وكلام عار تمام من الصحه. طيب، كانوا بيقولوا الدرديري وشاكلته الدوري المصري اقوى من بطوله العالم للانديه. تمام، همشي معاك. طيب، الدوري المصري اللي اقوى من بطوله العالم للانديه اللي الغرض من التصفيح طبعا التقييم من النادي الاهلي، الدوري ده الاهلي اوله وانت الرابع فيه. الدوري ده الاهلي غلبك فيه 3-0. الدوري ده انت بقيت فيه ملطشه من كل الفرق. الدوري الاقوى من بطوله كاس العالم للانديه. اتريقتوا على اوكلاند سيتي الاهلي كسبوا 3. طب ما الاهلي كسبانك 3 وكسبان بيراميدز 3، وعلى فكره كله بحكام اجانب. اوكلاند سيتي اتريق عليها ديت بتروح كاس العالم كبطل قارتها. انت مش عارف تروح، مش مشكلتنا احنا دي. طب روح الاول بعد كده اشخر من الناس. روح الاول كاس العالم وبقيت تريقوا على الناس. انا بصراحه مش عارف عقلكم ده ايه. انا المفروض ما نردش عليكم، بس بنرد لان احنا ما ينفعش نسيبكم تهرتلوا كده، لازم يترد عليكم. بخصوص المعلق عيسى الحربين السعودي، قال جمله جميله قوي عجبتني. الاهلي هبه مصر. الله عليك، والله ما طلعت من معلق مصري. للاسف المعلقين العرب بره عارفين قيمه الاهلي اكتر من اهل بلده، بيدوا الاهلي حقه اكتر من اهل بلده. المعلقين عندنا ما عندهمش شفافيه، بيخافوا. يا جماعه اللي يخاف ما يقعدش على المكان ده. ادوا كل ذي حق حقه. الشهاده الحلوه لما بتيجي من الغريب تسعدني، لكن بتحزنني اكتر ان اهلي مش عارفين قيمتي. كفاكم بقى، كفاكم ضغينه وحقد وغل. خليكم واضحين مع نفسكم شويه. اعرفوا ان الاهلي قبل ما يشرفكم، قبل ما يشرف نفسه ويشرف جمهوره، بيشرف مصر. النهارده بيتقال الاهلي المصري. كفاكم حقد وغل. طول ما انتوا بالطريقه دي ربنا مش هيكرمكم والله. الاهلي بيكرمه عشان الاهلي ماشي صح، بيتقي الله في تصرفاته، فربنا بيديله. خليكم انتوا في سكتكم دي. ان شاء الله الاهلي هيفضل عظيم، وان شاء الله الاهلي هيشرفنا في كاس العالم، وان شاء الله هيرجع بميداليه جديده غير البرونزيه، فضيه ذهبيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا في مباريات شاتل الامريكي يوم السبت الساعه 7:30. عفوا يا جماعه. اللي هي بالمناسبه مباراه قويه مش سهله. الفريق دوت عنده لعيبه قيمته التسويقيه 49 مليون دولار. ففي لعيبه محترفه كتير، وفي 4 لعيبه منهم لعبوا كاس عالم. في كاميروني لعب كاس عالم، وفي من الاكوادور لعب كاس عالم، وفي 2 امريكان بيلعبوا في الفرقه لعبوا مع منتخب امريكا في كاس العالم. فاحنا مش عايزين نستهون بالماتش. الماتش هيكون قوي، واتمنى النادي الاهلي في اليوم دوت يكون على قدر المسؤوليه ويفرحنا كالعاده، وما نوصل باذن الله بمباراه ريال مدريد لكل مقام مقال. وان شاء الله الاهلي يسعدنا في المونديال. وتصبحوا على خير واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.